حلو تحفه تجنن، كلنا بنحبها قوي. عاملين طبعا مولتون كيك، طبعا لعشاق الشوكولاته والنوتيلا. النهارده بقى هنبدا نعملها. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يستعين. نبدا الاول. معانا 3 بيضات، نص كوبايه زبده، والزبده يا جماعه مش سمنه ولا زيت، كوبايه شوكولاته مبشوره، بس طبعا عشان الحر اللي احنا فيه دوت فهي سايحه شويه. معلقتين سكر كبيره، 2 معلقه كبيره دقيق، ورشه ملح. تمام، يلا بينا نبدا بقى كده. ايه، نسيح الزبده الاول. هنسيح نص كوبايه الزبده على كوبايه الشوكولاته، وبكده احنا سيحنا الزبده اهي. لازم تبقى سخنه. وهنجيب كوب الشوكولاته، نحط كوبايه شوكولاته كده. بسم الله. ده هنسيحها مع الزبده كده، هنقلبها بالراحه. افضلوا قلبوها لحد ما تسيح معاكم خالص، لان هي لازم تكون سايحه ودايبه كده كلها في السمنه، ما ينفعش يبقى فيه تكتلات. بسم الله. ومعانا حاجه اساسيه طبعا علشان الصوص اللي بينزل من مولتون كيك كده واحنا بنفتحه يبقى معانا زي ما بنجيبه من بره. بصوا كده ساحت خالص، بقت حلوه جدا. بصوا بقت عامله ازاي، تحفه. دلوقتي هنحط معلقه نوتيلا كبيره كده، دي مهمه جدا في الوصفه. لو ما عندكيش يعني نوتيلا ممكن تحطي بديل النوتيلا اي شوكولاته سايحه اللي هي سبريد يعني كده، ونقلبها كويس. بسم الله. خليها متداخله كده كلها في بعض كده. بصوا انا عايزاكم تشوفوا شكلها عامل ازاي، بصوا حلوه ازاي. تجنن. مش طبعا للناس اللي بتعشق الشوكولاته، وانا بصراحه واحده منهم. مهما عملت دايت ولا حاجه لازم الشوكولاته دي لازم تبقى عندي وافضل اكل فيها كده. دلوقتي احنا هنعمل بقى، هنسيب دي على جنب كده، وهنعمل الكيك بتاعت المولتون كيك. معانا 3 بيضات كاملين، احمر اللي هو الكبير يعني او ابيض مش تفرق، المهم ان هم يكونوا 3 بيضات كبار، وعليهم فانيليا كده. كده هنستخدم المضرب هو وهخلطهم كويس جدا كده مع بعض، الفانيليا والبيض. بسم الله. لازم اخلط البيض كويس كويس، واحط معلقتين سكر كبار، السكر بحط فيه تكتلات سكر كده، احاول ان انا افكها.
وبعدين هنزل بخليط شوكليت والزبده كده. بسم الله. اخلط كده واحده واحده عشان البيض يتداخل مع الخليط بتاع الشوكليت. فكرة سهلة جدا ومش مكلفة زي ما بنشتريها من بره. طبعا احنا من بره بنشتريها غالي جدا، فطبعا احنا لو عملنا حاجتنا في البيت تبقى انضف واضمن واوفر. وبعدين مش كل المطاعم بصراحة بتطلع المولتون كيك حلو، يعني انا ما عجبتنيش بصراحة المولتون كيك في اكتر المطاعم. حاجات معينة كده، يعني اماكن معينة بس اللي كلت فيها مولتون كيك وطلع مظبوط كده. ننزل كده بالسباتولا كل الخليط اللي عندي. نبدأ بقى نخلط كويس. بسم الله. بصوا حلو جدا. دلوقتي بقى هحط معلقتين دقيق ممسوحة ورشة ملح صغيرة. بسم الله. اقلب بالراحة عشان الدقيق ما يطيرش مني. احنا ما استخدمناش لا عجينه ولا خلاط يدوي، طبعا مفيش اسهل من كده، يعني محدش يبقى ليه حجه وياكلوا من بره. انا عايزه الخليط يبقى ناعم معايا خالص، احاول اخليه ناعم. بسم الله. كده يعني لكم كل قوتكم تضربوه، يعني تعملوا ميكس جامد كده. بسم الله. تحفه. طبعا انا مولعه الفرن من قبلها على درجه حراره 180، تبقى درجه حراره متوسطه مش عاليه ولا واطيه عشان الكيك يطلع معايا مظبوط. دلوقتي هو كده جاهز معايا. بصوا عامل ازاي. هو ده الخليط اللي انا عاوزه اوصله، القوام اللي انا عايزه اوصله هو ده، ان هو يبقى ناعم معايا كده وحلو. بصوا تحفه. بصوا كده، بصوا عامل ازاي. حلو جدا. دلوقتي انا هجيب القوالب عندي. دلوقتي طبعا انا مولعه الفرن، هجيب القوالب بتاعه المولتون كيك كده. انا جايبه دول معايا اللي هي قوالب البريوش، هي اسمها كده قوالب بريوش. انا جبت الفاتح دوت عشان انا جربت اللي هو التفال الاسود، طبعا هو مش اصلي بس جربت قلت اجيبه اجربه، طلع معايا مش حلو والمولتون كيك بيتحرق فيه. طول ما الحاجه لونها افتح بتاخد سوا كويس وما بتتحرقش. طبعا انا جايبه معايا 2 من دول كده. شيل دوت كده. طبعا انا هبطنهم بالكاكاو، ولازم يا جماعه ندهن القالب بالزبده مش سمنه ولا زيت، لان السمنه او الزيت هيخلوا الكيك سايحه معايا وانا مش عاوزاها تبقى سايحه، انا عاوزاها مظبوطه كده. هجيب القالب دوت احط فيه كاكاو خام كده واعملها كده، ابطنها زيتها انزلها هنا كده. هبطن التاني
كده. ولازم تبقى خام، مش عايزاها تبقى متحليه. كده هرش هنا برضو حبه تاني سوري كده عشان ابطنه كويس جدا. هغير الجلافز بس ثانيه. وانا كده خلاص مش هحتاج ايدي تاني. كده بقى هعمل ايه بقى؟ انا كده بطنت القوالب البريوش للمولتون كيك. دلوقتي بقى هحط تلتينه كيك، يعني هحط تلتينه، مش هعمل القالب كله كده كده. بسم الله. انا لو معايا الكميه دي ممكن تعملي 3 قوالب، يعني انا الكميه اللي معايا دي هتعملي 3 قوالب صغيرين. انتوا لو القالب عندكم كبير هيعمل 2 مثلا، وهتبقى حلوه جدا كده. كده انا هحطهم في الفرن وارجع لكم تاني بعد ما يستوي. كده احنا حطيناهم في القوالب، هندخلهم الفرن على درجه حراره متوسطه 180. بس يا جماعه لو سمحتوا يتحطوا مش اقل من 10، مش اكتر من 10 دقايق ل 12 دقيقه بس. 12 دقيقه بالكتير جدا تكون الكيك عندكم هنا من الحروف مستويه، هتلاقوها ماسكه معاكم شويه، وفي النص كده بتلاقوها بتلق الطريه كده، يعني فاهمين اللي تبقى الشوكليت سايحه من جوه. عشان كده هي دي الشوكليت اللي بتطلع من الكيك بعد ما بنقطعها. يبقى هتحطوها في الفرن من 10 ل 12 دقيقه بالظبط. اوكي كده يا جماعه احنا طلعنا المولتون كيك من الفرن. كده هو استوى كويس جدا. بصوا بصوا الكيك عامله ازاي من هنا. بصوا بصوا ماسكه نفسها ازاي وحلوه. عايزه اوريكم حاجه بقى دلوقتي ثانيه كده. البس بس الجلافز كده. بصوا من جوه مستويه ازاي، بصوا من جوه عامله ازاي، شايفين بتتهز ازاي ومن الحروف ماسكه. دلوقتي احنا هنقلبه مع بعض ونشوف عامل ازاي من جوه. هنجيب طبق ونحطه كده، وهنجيبها كده بسم الله كده، وهقلبها كده اهو. ثانيه واحده بسم الله كده. وهجيب صوص شوكولاته صوص شوكولاته معايا هنا كده، وهعمل كده بالشوكه او بالخله. بصوا تحفه. يعني نفتحه مع بعض ونشوفه عامل ازاي. بسم الله. بصوا شايفين الشوكليت نازله ازاي منه، فظيعه بجد، تحفه، ريحته تجنن وشكله يجنن. بصوا كده احنا عملناه في البيت بطريقه سهله وبسيطه، واوفر طبعا من بره بكتير جدا. اتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم وتكون سهله وسريعه. يا رب تجربوها
جربوها وابعتولي في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير وكومنت ولايك، والناس اللي لسه متفرجه عليا جديد تعمل سبسكرايب وشير وكومنت وتفعل الجرس عشان يوصلها كل جديد من الوصفات بتاعتي. اشوفكم على خير الوصفه الجايه ان شاء الله. باي باي.